تتابع النقاش والجدل اللي حاصل في المغرب منذ عقود حول موضوع الصحراء، وحضرتك ذهبت إلى المغرب. أولا، هل تتصور أن الجزائر بإمكانه استقبالك في ندوة لنقاش هذه المسألة؟ أبدا أبدا، وأقولها للتاريخ. المغرب أعطى للجزائر وقيادة البوليساريو درس في حقوق الإنسان وفي الديمقراطية. لماذا؟ نكون واضحين، هناك مناضلين من صحراويين من التحيدار ومن معها يعيشون في المناطق المحتلة التي يديرها المغرب. هؤلاء يخرجون إلى الخارج ويدون بتعابيرهم بكل حرية وديمقراطية، ويعبرون عن رأيهم المعارض للمغرب بكل حرية وديمقراطية، يذهبون لجواز سفر مغربي ويرجعون للمغرب كرماء أحرار. نحن فقط من مؤسسي البوليساريو لأننا أعلنا أن هذه القيادة تجاوزت الحد في السلطة، ولأنها قيادة عاجزة وفاشلة نزعوا منا جواز سفر، حرموا علينا الدخول للجزائر، حرموا علينا الدخول للمخيمات. إذن فبهذا أثبت المغرب الذي قلت لك سابقا أنه تغير، بأنه أصبح قدوة للجزائر وقيادة البوليساريو فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبحرية التعبير. هل حضرتك